الفنون. دونك باش يدخلوا في مسابقة على مستوى جهة ولاية صفاقس، طباخين يتلاقاو في المسابقة هذه. اللي يفوز منهم يتعدى للمسابقة نتاع نهار 22 اللي هي باش تكون مسابقة وطنية. الثيم نتاعها الحوت المالح والفرويد ميرسي شي، الحوت الشايح والفرويد مير الشايح. برشا أكلات في مختلف الولايات التونسية إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. دونك فأكلة التراث هي اللي باش تكون معناها عليها العين كما نقولوا، مش أي أكلة، لازم أكلة من التراث ومن تراث جهة معينة، ويلزم الطباخ مش يجي يعملها وكاها، يجي ويحكي عليها كقيمة مضافة لتراثنا التونسي. النهار الثالث إن شاء الله باش نحاولوا يكون إنه يوم أكلات من العالم، يعني بعض المخبرين مع نفس الموضوع الحوت المالح في العالم. ضيفة الشرف نتاعنا ان شاء الله شيفة من البرازيل، وان شاء الله تكون تقتنع بانها تونس وجهة جاسترونوميك في المستقبل، وخاصة ولاية صفاقس. النهار الرابع باش يكون مخصص لتلاميذ المعاهد والمدارس المختصة في الطبخ. نحاولوا زاد هما كيف يمشيو في جهات يحاولوا معناها كيف نعملوا احنا المسابقات هذو، هما يطمحوا انهم يوليوا يعرفوا بالاكلات التراث نتاعهم في الولايات اللي هما منها ولا في الولايات اللي يمشيوا لها. خاطر لاحظنا اللي يمشيوا في برشا ولايات يقراوا في جندوبه في حتى في قرقنة، حتى من غير ما ينتبهوا للتراث الغني في الجهات اللي هما فيها. نحاولوا احنا من خلال المسابقات هذيا نخليوهم يتغربوا بالماكله نتاعنا كما هما مغرومين بالماكلات نتاع الولايات نتاع العالم. خاطر في تونس عندنا اتجاه لان نحكيو على الماكله الطليانيه والفرنسويه اللي انا نحبها برشا، ما عندي ضد شيء معناها نحب الاكلات الاخرى، بنحب اكلات بلادي زاده تولي في نفس المستوى كان مش خير. شكرا.